أهلا وسهلا بيكم، ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن بند مهم جدا من بنود التشطيبات، وهو بند الكهرباء. زي ما انتوا شايفين كده، ده أول يوم لينا في الموقع النهاردة. بدأ الكهربائي يمدد الأسلاك بتاعته جوه اللوس اوف زي ما انتوا شايفين كده عشان يبدأ ينور الشقة. وبدأنا طبعا نشتغل أول حاجة في التكسير. ده طبعا بعد ما أخدنا الشرب بتاعنا من على باب الشقة من بره على ارتفاع متر، وبدأنا نوزع العلب اللي تحت والعلب اللي فوق. طبعا احنا شغالين في مرحلة التكسير دلوقتي بالصاروخ والهيلتي. احنا خلصنا دلوقتي مرحلة التكسير وتركيب الخراطيم كمان، لان المرحلة دي بتبقى صعبة جدا وكلها اتربة ودخان، وبتبقى حاجة يعني صعبة جدا. ده المنظر بتاعنا بعد ما خلصنا البند بتاع الكهرباء. عندنا اللوحة الرئيسية اللي احنا شفناها، بنبدأ نطلع منها الخراطيم بتاعتنا ونوزع لكل الأماكن على حسب برضه الرسم والتصميم اللي احنا بدأنا عليه شغلنا. بنبدأ زي ما انتوا شايفين كده، بنعمل العلب العالية على منسوب 120 سنتي من التشطيب، وبنعمل العلب الواطية على 50 أو 60 سنتي. وعند الكومودينو أو جنب أوض، يعني في أوض النوم لما بيبقى فيه كومودينو أو كده، بنشتغل على 75 سنتي. ده عندنا المطبخ، بنعمل العلب بتاعته على ارتفاع 120، ونعمل حسابنا ان احنا لازم نعمل تغذيات كتيرة للمطبخ، لانه بيكون فيه اجهزة كتيرة وبيكون فيه استخدام لبرايز ومفاتيح كتير. طبعا مننساش نعمل مخرج كهرباء للسخان اذا كان كهرباء او غاز. عندنا هنا لوحة التيار الخفيف اللوكرانت. اللوحة دي بنجمع فيها الدش ونجمع فيها النت. دخلنا هنا الحمام، عملنا علبتين للخدمات زي ما انتوا شايفينهم كده للإضاءة والبرايز، وعملنا مخرج للمراية اللي هتكون موجودة فوق اليونت بتاع الحوض. دخلنا الأوضة التانية، عملنا علبتين للإنارة زي ما انتوا شايفينهم كده، وعملنا مخرج طالع فوق للجبسون بورد. ومنها بدأنا نمدد ونوزع الخدمات بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده. دي أوضة نوم، بدأنا نعمل العلب على ارتفاع 70 سنتي زي ما انتوا شايفينها كده. وهنا طبعا بنصور لتأسيس الفريون بتاعنا اللي احنا عملناه مع الصرف بتاع التكييف. هيبقى عندي هنا وحدة تلفزيون، فمدت لها خدمات دش وانترنت. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، الخراطيم في الأرضية بعد ما الكهربائي بيمددها لازم نقفل عليها كويس بالمونة، منعا لأن أي حد بعد كده يشتغل يدوس على الخراطيم دي فيحصل فيها قرب، يخلينا بعد كده نواجه صعوبة في سحب السلك بتاعنا. ويفضل ان احنا نسحب السلك، ولو مش هنسحبه لو الموقع مفتوح زي ما انتوا شايفين كده، يفضل ان احنا نسحب خيط كتان جوه المواسير، بحيث ان احنا بعد كده لما نيجي نسحب السلك ما نواجهش اي صعوبة في السحب بتاعه. يعني نحاول يا جماعة على قد ما نقدر ان احنا نوزع الخدمات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده ونزودها. انا هعرض لكم الشقة دي من البداية للنهاية. طبعا بدأ يبور اللوحة اهو الكهربائي. خلصنا المراحل بتاعة الشقة وبدأنا لمراحل التشطيب. بدأ يسحب الأسلاك بتاعة التكييف بتاعته، وبدأ يمد الأسلاك بتاعة الإنارة لكل الشقة زي ما انتوا شايفينها كده. وبدأنا نوزع الإنارة ونحط الإضاءة بتاعتنا عشان الراجل النقاش يبدأ يشتغل ويشطب عليها الشغل ويطلع بأحسن جودة. بدأ هنا نعمل لاين ماجنتيك تراك في الريسبشن، فبدأ الكهربائي يفتح له كده بالصاروخ زي ما انتوا شايفين. طبعا المفروض بيتأسس له في الأول، بس العميل طلب بعد ما خلصنا الجبسون بورد، عجبته فكرة الإنارة بتاع المagnetic تراك وحب يعملها. فالحمد لله ربنا وفقنا، وإن احنا كنا عاملين الجبسون بورد، يعني عملنا الصوب بتاعه والحصيرة بتاعته على مسافات ضيقة، فده ساعدنا كويس إن احنا نقدر نفتح في الجبس في أي مكان زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا خلصنا العود ده فتحناه وركبنا العود زي ما انتوا شايفين كده.
ده عود بمسافة 5 متر في الريسبشن. طبعا العود اخره بتبقى المسافة بتاعته 3 متر، يعني المقاس بتاعه. طبعا احنا خدنا عود ومن عود تاني قصينا منه متر وخدنا ال2 متر ركبنا، فوصلنا لل5 متر اللي انتوا شايفينهم دول بالمنظر ده. ولازم اهم حاجة التثبيت بتاعه يبقى كويس، طبعا ده موضوع يعني مفروغ الكلام منه. جينا في جزء عندنا في الطرقة بدأنا نفتح برضه لإضاءة تانية ليد بروفايل، وده بيكون بسمك تاني عن سمك المagnetic تراك. بدأنا نفتح بالصاروخ كده زي ما انتوا شايفين. في صناعية ممكن يبقى موجود معاها راوتر وده بيسهل عليه جدا. انا اهم حاجة بالنسبة لي تكون الفتحات مظبوطة والقطاع راكب مكانه بطريقة صح. هنا الكهربائي بدأ يفتح السبوتات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وبدأنا نوزع السبوتات حسب الخدمات او حسب الاستخدام اللي هيبقى موجود في الغرفة. بدأ ينزل الكراتين بتاعته وبدأ ينزل الأسلاك بتاعته من السقف عشان يبدأ للمرحلة اللي بعد كده إن هو يعلق الإضاءة ويحط السبوتات عشان النقاش يشتغل عليها. طبعا مع التغليف أهم حاجة إن احنا نغلف الشغل كويس. النقاش هنا بدأ يشتغل. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بدأنا نركب المفاتيح كلها وكل اللقم وكل الشاسيهات. طبعا الكلام ده كله بيتغلف، النقاش لما بيجي يشطب بيغلف الكلام ده. ممكن يتحط في اكياس نايلون او اكياس بلاستيك ويتغلف ويبقى موجود على وش الحيطة ويتربط في الفينش النهائي. عند الإضاءة كده وزعتها عشان الراجل يعني لما نستلم الشغل في النهاية يا جماعة يبقى الشغل متشطب على الإضاءة اللي هتبقى موجودة في المكان. بص المنظر اللي في السقف كده، بدأنا نحط السبوتات بتاعتنا واتغلفت كويس وتفضل نازلة كده أيضا للراجل الشقة أو المكان بتاعه اللي هيشتغل فيه كله. طبعا عندنا هنا الإضاءة ب3 درجات. عند الهيدن لايت اللي احنا شايفينه أو بيت النور اللي هناك ده، طبعا لازم نبقى مركبينه ولازم يبقى مرزوق بطريقة كويسة. احنا هنا عندنا في المشروع ده لازقينه بدبل فيس عشان الإضاءة تطلع مستقيمة. ده شكل الليد بروفايل لما ركب، عمل لنا إضاءة هايلة في الطرقة زي ما انتوا شايفينها كده. ودي الغرفة التانية. بص يا جماعة احنا وصلنا من مشروع من أول فين لحد فين، يعني الحمد لله رب العالمين. المشروع ده كانت قرفته كويسة ويعني كان محترم جدا. البرايز واللقم زي ما انتوا شايفينها كده، وبنبدأ نجرب الإضاءة بتاعتنا ب3 درجات، الورم والكول والوايت. وده كان جزء بسيط من شغلنا. أتمنى تكون استفدت من الفيديو ومن الشرح والمعلومات اللي قلتها لكم. أشوفكم إن شاء الله على خير في مشاريع تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.